السلام عليكم. متهيألي من الحاجات اللي بتميزنا كمصريين إن إحنا قد نكون أكتر شعب بيشتكي من بلده، وأكتر شعب بيشتكي من إخواته وأخواته في البلد اللي هو عايش فيها. يعني إحنا أكتر شعب بيشتكي من مصر وعلى طول بينتقد في مصر، ومش بس كده، وبينتقد كمان في المصريين اللي إحنا منهم. فدايما بتلاقي كلامنا كمصريين هو الناس ايه اللي جرالها، هو ايه اللي حصل، ده شعب كذا وكذا وكذا وكذا، مع انه احنا جزء من الشعب ده. وفي الحقيقة خليني اعترف لكم انه في اوقات كتيرة كنت انا كمان بعمل نفس الغلطة دي، وبقول نفس الكلام ده. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا ازاي كده؟ احنا ازاي مش منظمين؟ احنا ازاي في اشارات المرور ومع الزحمة بننفعل وبنزعق؟ ازاي حاجات كتيرة قوي كانت مش عجباني في مصر وفي المصريين. بس لما سافرت بره مصر وعشت فترة بره مصر، اكتشفت انه الكلام اللي كنا بنسمعه في الافلام عن الحنين لمصر وافتقادها وان انت حتى بتوحشك الحاجات اللي انت كنت بتشتكي منها في مصر. اكتشفت ان الكلام ده حقيقي، مش اساطير. اكتشفت ان الحاجات اللي بتميزنا كمصريين حاجات حقيقية فعلا، مش اساطير. حاجات زي خفة الدم وسرعة البديهة و... والقدرة على التأقلم والتكيف مع أي وضع. اكتشفت حتى حاجات في نفسي أنا ما كنتش أعرفها. اكتشفت حاجات بحبها في مصر ما كنتش أش... ما كنتش بحب، يعني ما كنتش مركز معاها وما كنتش مهتم بيها وانا موجود في مصر. وكأن مصر دي نعمة انت ما بتعرفش هي قد ايه نعمة الا لما بتتحرم منها، زي اي نعمة عندنا. الكلمتين دول مش علشان اقول انه في شعب احسن من شعب، ولا ان في بلد احسن من بلد. كلنا بشر، وكل شعب وكل بلد ليه حياته وليه عاداته وليه تقاليده، وكل شعب بيحب بلده طبيعي. بس متهيألي الكلام ده للمصريين أكتر، إنه إحنا على طول بنشتكي من بلدنا، وعلى طول عندنا مشاكل مع بلدنا ومع المصريين اللي زينا. بس صدقوني، ويمكن الكلام ده هيحسه قوي المصري اللي عايش بره مصر، إن أنت لما هتعيش بره مصر هتبقى أي حاجة هتفكرك بمصر هتفرحك. اي حد هتسمعه وانت ماشي في الشارع بيتكلم مصري، حتى لو ما عندكش الجرأة ان انت تتواصل معاه او تكلمه، بس مجرد ان انت سمعت حد جنبك بيتكلم مصري هتلاقي فيه خطفة من جواك. يمكن مش هعرف اعبر لكم قوي عن الشعور. شعور يمكن يكون بالفقد، شعور بالغربة، شعور بالوحشة، وشعور بالسعادة لكل حاجة حلوة عندنا كمصريين. احنا بلد عظيمة، واحنا شعب عظيم. احنا بلد جابت ناس كتير خدوا جايزة نوبل. احنا بلد جابت موسيقار عظيم زي عمر خيرت. مش في معرض ان انا اعدد لكم الشخصيات الكتير اللي بلدنا جابتها. احنا كمصريين مفتقدين فكرة البطل القومي، مفتقدين الاحساس اللي بشوفه عند شعوب تانية كتير، الاحساس بالفخر الوطني. عندنا مشكلة مع الموضوع ده احنا كمصريين حاليا، زي ما نكون عندنا حالة خصام مع الوطن. انا اتمنى ان الحالة دي ما تنتهي وما تكونش موجودة، برغم انه في ظروف كتيرة صعبة، وبرغم انه في ضغوط كتيرة موجودة، ولكن انا عايز يكون عندنا احساس بالفخر، احساس بالعزة، احساس انه كون ان احنا من البلد دي، وكون ان احنا مصريين دي حاجة كويسة. وصدقوني مش مصر بس اللي حلوة، مش مصر بس كنيل وتاريخ وأهرامات وآثار مش مصر بس اللي حلوة، المصريين كمان حلوين جدا. يمكن لو حد من أصحابي شاف الكلام ده هيستغرب، لأنه أنا ما كنتش بقول الكلام ده وأنا في مصر، كنت دايما شايف السلبيات بس.
يمكن كنت شايفها من منظور ان انا عايز اشوف في بلدي في احسن حالة. ف... ف... فكنت مركز قوي مع السلبيات. لكن يمكن لما خرجت لقيت انه السلبيات موجودة نفسي انها تتغير، لكن شفت الايجابيات اللي موجودة بشكل مختلف وبنظرة مختلفة. وما شفتش السلبيات بنفس الفجاجة وبنفس الظهور اللي كنت مركز فيه لما كنت في مصر. ما بقولش ان مصر اروع بلد في الدنيا دلوقتي ولا اكتر بلد متحضرة في الدنيا، لا. بس اللي احنا فيه النهاردة كمصريين من ثقافتنا ومن شخصيتنا ومن تكويننا هو نتاج تاريخ فعلا كبير. وبرضو انا اكتر واحد كنت وما زلت ضد فكرة الافتخار والتفاخر طول الوقت بحضارة ال7000 سنة، وإن احنا نفضل نتغنى بيها، لأن أنا شايف إن دي حاجة من الحاجات اللي أخرتنا. بس في نفس الوقت بشوف إنه احنا عندنا حاجات مش موجودة عند شعوب تانية كتير. احنا عندنا غرز في التاريخ، عندنا موروث كبير، عندنا خلفية حضارية كبيرة، عندنا باك جراوند. كل ده طالع في تكويننا النهارده وفي شخصيتنا وفي كل السمات اللي بتميزنا كمصريين. مش عايز بس نفتخر بالمصريين اللي زينا اللي نجحوا زي الاسماء اللي قلتها وزي محمد صلاح وزي ناس كتيرة، لا، عايز كل واحد فينا يفتخر ان هو مصري. عايز كل واحد فينا يعرف انه انت مش وحش، صدقني انت شاطر. والناس اللي في البلاد المتقدمة دي مش بتطير بطيارات، لا. احنا عندنا امكانيات كويسه جدا 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 كمصريين. وباكد تاني، لانه احنا دايما مشكلتنا ان احنا بنقول ان مصر بلد حلوه، بس مشكلتها ان فيها مصريين كتير. لا، مصر حلوه والمصريين حلوين. انا عارف ان الكلام ده يمكن يبان انه كلام رومانسي دلوقتي او عاطفي في ظل ظروف كتيره جدا، بس صدقوني والله اللي بقوله ده كلام انا فعلا حسيته من قلبي، ويمكن كلام مش مترتب، بس بقوله معاكم علشان يمكن حد يكون بيسمعه يكون فقد الثقة في المستقبل، فقد الأمل في المستقبل، فقد الثقة في نفسه هو. أحب أقول له إن أنت مش أقل من أي مواطن من أي بلد تانية. كل الحكاية بس إنه إحنا ما عندناش خطة أو نظام نمشي عليه. وبقول لكل واحد، لو في حياتك بدأت ترسم خطة وبدأت تعمل نظام لحياتك، هتشوف نتاج ده على نفسك. في آخر الفيديو ده هيكون فيه فيديوهات يمكن تساعدك لو حبيت تفكر بشكل مختلف. وحشتوني. اشوفكم تاني ان شاء الله. سلام عليكم.